السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ تعالوا بقى النهارده معايا في الروتين بتاع المجنه بتاع السلم. طبعا انتوا عارفين بقى ان انا ساكنه في دور ارضي والتراب بقى كله بيجي لي بقى على السلم. يلا بقى انا عايز لايك واشتراك ودمشق، محتاجه ادعمكم معايا. طبعا انا معايا جنى، طبعا انا ما عنديش بلكونه، ادعوا لي كده ربنا يوسعها عليا ويوعدني بشقه فيها بلكونه. انا منشره العيش على السلم، هقول برضه عشان انا منشره على السلم اهو، وجنى هتلمه وانا هكنس. بقى جنى الم العيش على السلم عشان برضه انا لازم اكنس من هنا كده، لازم انا اكنس من هنا عشان العيش ده مطرح انا ما بحط العيش لازم انا اكنس من هنا. طبعا زي ما انتم عارفين ده بيت سكان، حطيه في اهو. لا الشوال اهو، لا ده مش الشوال، الشوال اهو. ده بصفر مش اشكال، حطوهم بس في الشوال بتاعي، حطوهم في الشوال لسه طيب. طب لموهم على جنب عقبال ما اكنس. بعد كده انا طبعا انتوا عارفين ان انا بحط العيش على السلم زي ما انتم شايفين اهو. انا الشغل طبعا بيقعد يومين عقبال ما بينشف، وده كده ربنا يوسعها عليا كده ويقعد لي البلكونه ان شاء الله. بدعمكم معايا كده يا حبايبي، وتبعتوا لايك واشتراك. اكنس انا بقى السلم معاكم عشان طبعا انا عندي فارس تعبان مني من امبارح، عنده دور سخونيه وتعبان فارس تعبان عنده دور سخونيه مني، وكشف عليه امبارح وجايبه له علاج، جايبه له دواء وجايبه له. كنت نازله بيه الصيدليه امبارح الساعه 1 بالليل، اديته ابره، فدعوه كده ربنا يشفيه ويشيل عنه. الصبح بيه المستشفى كشفت عليه واديله زيت الدواء بس، تذكره ب 10 جنيه زيت الدواء واحده. رحت بيه الصيدليه امبارح اديله ابره وبس لسه والله سخن مني برضه، حتى جت مي خدت الدور مني، مي برضه شمته حتى ما لسه باين على وشها، جت مي برضه شمته واخدت سخونيه الصبح. تروح المدرسه لقيتها سخنه. يلا بقى خليكم معايا في السلم، كيس السلم بقى ودعموني عشان محتاجه ادعمكم معايا. شوفوا بقى اللايك والاشتراك. يلا بقى خليكم معايا وقولي بقى رايكم بقى في الروتين بتاع ام جنى في كيس السلم. طبعا هنكنس السلم، طبعا صاحبه البيت حاكمه علينا ان انتوا تكنسوا في السلم لازم تطلعوا تكنسوا في السطح. فانا قلت بقى اوري حبايبي النهارده الروتين بتاع كيس السلم والقرف بقى اللي انا عايشه فيه. انا كل شويه اكنس السلم، كل ما اكنس السلم اوريكم بقى العارف اللي انا عايشه فيه، وهوريكم بقى اللي تحت على الطبيعه بتاعته. يلا بقى شوفوا اللايك والاشتراك وخليكم معايا، واللي بيحب سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ما يطلعش من الفيديو الا لما يعمل لايك واشتراك ويدعمني. لازم طبعا عشان اجيب السلم بقى طبعا ما بحط العيش. يا حبايبي سيدنا كده على النبي عليه الصلاه والسلام، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. يا حبايبي صلي بينا على النبي كده عليه الصلاه والسلام. طبعا زي ما انتم شايفين الكراكيب دي كراكيبنا، لو كان عندنا بلكونه كنا زمان حاطينهم فيها، بس ما عندناش بلكونه يتحط فيها. كل يوم واتنين تلاقوني لماها وكان انضف تحتيها. شايفين التراب ده كله بقى بيتلم من القرف اللي تحت. يلا بقى انا مستنيه اللايك والاشتراك، ادعموني بقى عشان انا محتاجه ادعمكم معايا. يلا بقى واللي بيحب سيدنا محمد كده ما يطلعش من الفيديو لما يعمل لي لايك واشتراك. شايفين منظر التراب من سلمتين 2 بس. امال بقى كده بقى كبايه السلم بقى هيعملوا ايه؟ شيلي ميه كده، شيلي ميه الشاشه ده احتاجه. العفره والسيدي. طب معلش، حتى ميه برضه حسها منبوح. الصبح صحيت لقيتها سخنه، لازم ارش بقى شويه ميه على السلم علشان التراب بيطلع عند الجيران اللي فوق، كل شويه ميه من عشان العلفه تطلع عندنا. شايفين الخشبات. يلا حبايبي بقى اكتبوا لي وقولوا لي رايكم بقى في الروتين بتاع ام جنى النهارده في تنظيف السلم. يلا كده يا حبايبي ابعتوا بقى اللايك والاشتراك ودعموا عشان محتاجه ادعمكم معايا. يلا اللهم صل وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. اطلعي فوق كده اهو، اطلعي فوق عشان التراب. لازم ارشش شويه ميه على السلم علشان التراب، عشان العفر. حتى بصوا ما عندناش حتى جزامه نحط عليها الجزم. بصوا حاطين الجزم بتاعت المدارس ازاي، دول بتوعنا وبتوع مي. بس كده سيبوا العسل وكيس. شايفين المنظر؟ انا باجي في يوم ببقى نفسي امسك السلم ده اسيقه، بس طبعا ما بعرفش اسيقه. اسيق ازاي؟ اديله بقى والدنيا بتبقى شتا بيطلع يلبخوا. شايفين ده انا رشيت شويه ميه التراب عمل. شايفين منظر التراب شكله عامل ازاي؟
يلا بقى مفيش والله انا عايزه بقى اقول لكم الاشتراك ادعموا لي بقى عشان انا محتاجه ادعمكم معايا عشان ربنا يوسعها عليا كده عشان انا مش شابه الا بيكم. اللي بيحب سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام ما يطلعش من الفيديو بقى لما يكمل للاخر. جيبوا لي بقى لايك واشتراك ادعموا لي بقى يا حبايبي عشان انا محتاجه ادعمكم معايا. بالله عليكم بالله عليكم اللي يتفرج على الفيديو ده ما يطلعش منه الا لما يعمل لايك واشتراك عشان انا عايزه اكمل الدايره اللي فاضلالي. شايفين منظر السلام عامله ازاي؟ طبعا زي ما انتوا عارفين ده بيت سكان في الطلعه وفي النازله بيوسخوا الدنيا. متقدريش تقولي حاجه لازم كل واحده تكنس اللي قدام باب شقتها. لازم تنضف بقى عشان اللي عندها اطفال لازم تنضف. يلا حبايبي كده صلوا وسلموا على سيدنا محمد عليه افضل السلام. يلا اللي بيحب سيدنا محمد كده ما يطلعش من الفيديو لما يعمل لايك واشتراك. بصوا منظر الفراخ. انا اساسا عندي حساسيه على صدري ماليش شكل ولا اعمل حاجه من دي بس ايه كل العيال عيانين. الرز اتحرق؟ لا انا عشان ما سخنته بس مش اكتر. تعالى ونكمل مكان. طب كملتي بقى تستلم يعني؟ ايوه تعالى بقى يا ماما عشان كده كنا هكمل مكان. طب هسيبكم بقى مع جنى تكمل بقيه السلم بس انا هنزل معاها تحت برضه عشان اوريكم حاجه تحت بقى كده تشوفوها منظرها شكلها ايه بقى. المنظر تحت شكله ايه بقى. يلا بقى مش ناكل واشتغل انا مش هاخد نفسي اساسا من التراب. مش بقى لايك واشتراك وده مش انا محتاجه ادعمكم معايا. وقولي بقى النهارده البروتين بتاع ام جنى شكله ايه. شوفوا الشتان بعد ما كان معفن بقى نضفوه نفسه شكله ايه. خدي يا جنى كملي. بس الموضوع مش هيسمع بس انا هنزل تحت. دي تعبانه ما فيش دي تعبانه. شايفين كميه التراب شكلها عامل ازاي. وعنا كده ربنا يوسعها علينا بقى ويتوب علينا. يقعدنا بسلم حتى عليه رخام اهي لو جيت فيهم كده وتلاقيه وسخ مش كويسين السلم ليه؟ يعني رخام؟ هقولك يعني ايه يعني رخام. تقعد بقى تتكلم انتوا مش مكنسين انتوا مش موظفين ليه؟ وان انا على طول والله طول الصيف كنيس بحب ارشش عليهم مكه عشان يدخلنا طراوه عشان طبعا عارفين ان الشقه ما فيهاش بلكونه ما فيهاش منفذ ليها ما فيهاش بلكونه بقى تقول لك تيجي بقى تقول تتحكم بقى. طب الشتا احنا ما بنعرفش نعمل حاجه في الشتا لان العيال بتبقى سقعانه بتتعب مني. انا عندي عيال في الشتا بيبقى عندهم حساسيه وتعبانين. هتبقى اكمل لنا دول عشان اوريهم حاجه تحت. يلا اللهم صل وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. يلا حبايبي كده بقى شوفوا لي بقى يا رجاله بعمل النهارده بقى في الكنيسه كده وهوريكم برضو حاجه تحت كده عشان تعرفوا ام جنى عايشه ازاي. زي ما انتم شايفين بقى منظر السلم عامل ازاي مفيش رخام ولا فيه حاجه وكله تراب. وهوريكم بقى المنظر دلوقتي ده اللي انا قاعده فيه بقى من براغيث والسرطيط بقى والعرق والجدراس والشقه اللي انتم شايفينها اللي انا قاعده فيها دي اوضه بصاله بحمام وبتديها لي ب 1000 ونص. وعندي بس قال لها هتقول لي بقى ب 2000 ونص. بزموت دي تجيب 2000 ونص. ده تعالوا بقى شوفوها في الصيف سراسيم تلاقي عدس تلاقي براس تلاقي راجعه تطلع السلم براغيث تلاقي عباءه ولا تحت راس السلم معاك اهو. هوريكم بقى المنظر اللي تحت بس اهم حاجه تنسوش اللايك والاشتراك وما تنسوش انا محتاجه ادعمكم معايا.
مديهالي ب 1000 ونص غير الميه وكمان تشحين الكارت. الشارع ب 2000 جنيه غير تشحين الكارت والميه. استعملت ميه بقى ما استعملتش ميه، دي حاجه ما تحسهاش. تدفعي زيك زي السكان اللي قاعدين في البيت. بقى ما يجوا الصبح ولا طلع لقيت العيش طلع. شايفين بقى المنظر؟ تعالوا بقى اوريكم المنظر شكله ايه. بالنسبه ب 1000 ونص عاوز صلاحيه 2000، يبقى 2000 ونص. لما شايفين المنظر هو ده بقى بيلم عرس وبراغيث وبراس. ساعات بيقولوا لي حاجه شكلها غريب كده. شايفين بقى المنظر التاني ولا القش في الارض؟ القش في الارض ده شايفين ده بيلم لنا بقى براغيث. بقى لو فتحنا بقى الشقه فوق شويه بس بننفس كده في الحر كده لما الصيف بيجي يبقى منظر فظيع. شايفين التراب وشايفين القرف؟ ده كفايه القش بس. ده العرس عندنا بتعمل في القرف دي، بتلعب العيال بيقوموا بالليل مطروبين من العرس. انتوا عارفين لو ما كانش حاجه تمشي في هدومي كنت خدتكم دلوقتي عندها ووريتكم. بس انا خايف حاجه تيجي عليا ولا حاجه، ولا عايزه تطلع ولا حاجه تعضني ولا العيال اللي بيدوا لها حاجات غريبه. بيخافوا ينزلوا الصبح يروحوا المدرسه، ولا بالليل هم رايحين بالليل بقى هم جايين من الدرس. عندنا بنت وهي جايه من الدرس نادى عليا يا ماما انزلي خديني، انزلي خديني يا ماما عشان العرسه اللي تحت ولا عرسه ولا فوق ولا حاجه بقى تطلع لنا. ممكن نفتح باب الشقه الصبح كده نازلين نجيب العيش نلاقي احنا طالعين على السلم. ولا بالليل بقيت تسمعوا كده لما بتاعتوا مع بعض العرسه اي حاجه اسمها اي قرف بقى بيتخيل على بالكم كده بقى. شايفين المنظر؟ شايفين منظر الخشب ده كده؟ ده منظر الخشب وده منظر. شايفين المنظر ده كده؟ شايفين يا حبايبي؟ شايفين ده منظر؟ هو ده بيت فيه سكان والشقه ب 1000 ونص اتحط فيه المنظر القرف ده كده؟ شايفين ده المنظر ده؟ مش عارفه بس انا بس محتاجه اللايك والاشتراك بتاعكم والدعم بتاعكم عشان ربنا يتوب عليها وتطلع حاجه نظيفه. يلا بقى انا مستنيه اللايك والاشتراك بتاعكم، واكتبوا لي بقى في الكومنتات وقولوا لي بقى ايه رايكم بقى في المنظر ده. يلا بقى مشوا اللايك والاشتراك ودعموا عشان محتاجه ادعمكم معايا. يلا باي باي بقى، اشوفكم في فيديو جديد.